للاعبي الفريق الأهلاوي راحة ليوم غد. اليوم عاود الفريق تدريباته، اشتملت على تدريبات تكتيكية خفيفة بعد أجرى مناورة على كامل الملعب. طبعا كاميرا الجولة كانت حاضرة اليوم مع الزميل محمد سعيد. في البداية يجرى الزميل محمد سعيد لقاءات مع الحوسني وتشفين البيشي وأيضا اللاعب الصربي نوكلا وكامل الموسى حول مستوى فريق الأهلي في الفترة الماضية. والله احنا كلاعبين اكيد احنا ما راضين على الشيء، خاصة في مركز الترتيب اللي فيه حاليا النادي الأهلي، اكيد احنا مش راضين عليه، واحنا ان شاء الله بقيت 4 مباريات نتمنى ان شاء الله ان نحسن وضع الفريق ويكون الفريق يعني يليق بمستوى، نخلي نادي الاهلي في مركز يليق بمستوى نادي الاهلي. يعني اشوف هي طبعا حتى المسؤولين في النادي هم عارفين الوضع، يعني يمكن البدايه ما كانت صحيحه، الاعداد ما كان صحيح من بدايه الموسم، واكيد هذه لها عوامل كثيره تاثر في مستوى الفريق في الدوري، فهي هذا هو السبب الرئيسي، ما في شيء ثاني. يعني احنا الحين على مشارف انتهاء الدوري، وما اداره الاهلي كلمتك بخصوص تجديد عقدك مع النادي؟ لا ابدا، ما كلمتني ابدا. باي عروض محليه؟ والله حاليا لا، لان حاليا خاصه منشغل مع فريقي، وبعدين نهايه الموسم لكل حادث حديث ان شاء الله. بالنسبه لنا مره ما احنا راضيين عن ادائنا، لكن ان شاء الله باذن الله باقي لنا 4 مباريات بس، ان شاء الله حتكون مباريات يعني مصيريه نهائيه، يعني حتى لو لامت الجماهير يعني خط الدفاع يعني مو الوحده اللي يلعب في الملعب، يعني 11 لاعب يلعب في الملعب، يعني اذا كان الفريق كله يعني في مستواه زي كذا يعني حيكون الدفاع في مستواه برضه. انت شفت المباريات اللي راحت. هو ما صار له 3 شهور، اقل من 3 شهور، وهو سعيد جدا بتواجده في النادي الاهلي. اجواء جميله، بس انه ناقصنا نتائج، وان شاء الله في ال4 مباريات الجايه راح نجيب نتائج. طبعا انا لاعب محترف، اقدر العب في اكثر من مركز. لعبت طبعا في روسيا في مركز قلب مدافع، وحتى في منتخب صربيا لعبت في مركز قلب المدافع، وما عندي مشكله في اي مركز. طبعا بالنسبه للانديه هنا، انا شفت الانديه كثير حلوه وكثير قويه، وفي تنافس هنا في المجموعه، في طبعا زي نادي الاتحاد ونادي الهلال، أندية مميزة جدا، ونادي النصر اللي ما قدرت ألعب معه بسبب الكرت اللي كنت أخذه توقف. وطبعا بالنسبة لنادي الشباب إن شاء الله مباراتنا الجاية نحاول ندي كل شيء عندنا. الأندية هنا من الناحية التكتيكية والمهارية كلهم ممتازين، وسعيد جدا بتواجدي هنا. اللاعبين اللي عم يلعبوا معي في مركز نفس المركز هم جفين ومسعد، اثنينهم لاعبين مميزين جدا جدا. جفين مركزه هو الأساسي، ده نلعب وإحنا مرتاحين، حتى لما يلعب معنا مسعد نلعب وإحنا مرتاحين، بما انه ما عم يلعب في مركزه بس عم يؤدي اداء اللي عليه وزياده كمان. انا احترم اللاعبين وهم لاعبين مميزين جدا جدا. اكيد احنا ما احنا راضيين على الوضع هذا، يعني من بدايه الموسم يعني الفريق يعني مر بازمات يعني كثير، يمكن 4 مدربين مروا علينا السنه هذه، اضافه الى ذلك يعني الايقافات اللي حصلت يعني في الدوري، فاكيد احنا ما احنا راضيين على الوضع اللي احنا فيه، يمكن أغلب اللاعبين يعني ما هم راضين عن الوضع هذا اللي حاصل لنا، لكن يعني في فرصة يعني إن شاء الله نقدر نلحق إن شاء الله قبل لا ينتهي الدوري، نجمع نقاط إن شاء الله ونحاول ندخل كأس الملك بإذن الله. شكرا طبعا الزميل محمد سعيد. أبو خالد، الكل ما هو راضي، أما أيضا يوسف الموينر تحدث عن موضوع آخر. أتوقع أني لاعب محترف أدي تمارين زي ما أنت شايف كل يوم، والامور الاداريه والاداريه اتوقع اني ما وضعت وكيل اعمال الا عشان الشيء هذا. دائما اقول ان يوسف دائما لاعب جاهز ويدي تمارينه، وهذه في يد المدرب في يد النادي، يعني مثل ما المدرب شاف ان يوسف موينة قادر يخدم المجموعه، يوسف موينة جاهز دائما. يعني دائما دي الامور، يعني موسم احنا لسه ما انتهى، واتوقع ان النادي الاهلي رد على هذا الشيء عن طريق المركز الاعلامي، ولازم احنا نعرف حاجه واحده. الحين تعرف صحابه الصيف دائما الاعلاميين يحاولون يملون صفحاتهم طبعا المانشيتات بانتقال باعارات، هذا عدم مصداقيه الجريده، والشخص اللي بيكتب حيخسر حتى جمهور النادي، ويخسر حتى اسمه كمان كصحفي كمهنيه. يعني لا اشوف حبيبي مشكله عمليه الاحتراف، احنا مشكله، وكل لاعب جلس احتياط وزعل ومشى من النادي، هذا مشكله كمان. الحمد لله رب العالمين، يعني احنا كلنا منظومه واحده،
في الامام، سواء عماد او فدر او مالك او حسن راهب، احنا كلنا نكمل بعض، ما فيها مشكله. يعني اللاعب لما يكون مثلا جاهز 100% زي اللعيبه، يعني هم يكون بديل جاهز قوي كمان. هذه عمليه الاحتراف، فهمت علي ايش انا بقصده؟ فان شاء الله باذن الله رب العالمين احنا كلنا موجودين ان شاء الله في خدمه الكيان الاهلاوي، سواء مدافع او مهاجم او احنا كلنا نخدم الكيان الاهلاوي. كان هذا حديث حسن الراهب ويوسف المنعم. طبعا في اخبار اليوم ان